السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم حبايبي؟ عاملين ايه النهاردة؟ ان شاء الله هنعمل مع بعض تحدي ال20 جنيه. ال20 جنيه دي كانت اخر حاجة معايا، والمفروض ان انا اعمل غدا للاولاد. فقررت النهاردة، قلت لا النهاردة هنبقى تحدي والتحدي ده هيبقى معاكم، ان احنا نتغدى ونحلي بال20 جنيه. هنشوف هنعمل ايه ونبدأ نوفر ازاي النهاردة ونمشي دنيتنا بأفكار بسيطة وحاجات سهلة جدا. وكل ست شاطرة طبعا بتعرف تعمل الموضوع دوت. ما هي إلا أفكار بنفكر بيها بعضينا. تعالوا نشوف مع بعض ايه هي الحاجات اللي أنا جبتها بال20 جنيه. أنا نزلت السوق ولقيت النهاردة البطاطا موجودة مالية الدنيا بصراحة، وعجبتني جدا. انا من الناس بتحب البطاطا، فجبت كل الحاجات دي بال20 جنيه. تعالى اقول لكم بقى جبت ايه. انا جبت البطاطا دي ب5 جنيه. خلاص الراجل بيبيع ال4 كيلو ب20 جنيه. انتي ممكن عندك ما تبقاش ب5 جنيه، تبقى كيلو ونص، فمفيش مشكلة يعني. تمام. طبعا نقيتها كبيرة شوية علشان انا هسلقها. وجبت البتنجان لقيته ب10 جنيه، جبت لي نص كيلو ب5 جنيه اهو. يبقى انا كده جبت 10 جنيه بطاطا وب5 جنيه بتنجان. خلاص البتنجان ده هقول لكم كل حاجه وهقول لكم هنعمل بيهم ايه دلوقتي. وجبت ايه كمان؟ جبت ربطه ملوخيه. استنوا بس افتح لكم الكيس اهي. الربطه دي عامله لها 5 جنيه. خلاص في ناس بتبقى اقل وفي ناس بتبقى اكتر. انا جايباها دي ب5 جنيه. تمام. كميه كبيره ومش قليله. يبقى انا جبت ايه؟ جبت ملوخيه وجبت بطاطا وجبت بتنجان. كل ده جبته بال20 جنيه. تمام. مش ضروري ابدا ان احنا كل يوم نعمل لحمه، يعني خلاص الظروف بقت صعبه جدا ودخلت مدارس والناس محتاجه توفر شويه عشان كتب وشنط وحاجات كتير. تعالوا بقى اقول لكم هنعمل ايه وهنبدا ازاي. اولا انا عملت الملوخيه بتاعتي اهو. انا فرمت الملوخيه كده، خرطتها في كيس. تمام. وطبعا مفيش شوربه لان مفيش لحمه، فانا عندي الشوربه اللي بتفيد بحطها في الفريزر. اوعي ترمي اي شوربه عندك، بجد هتحتاجيها وقت الزنقات. فانا جبت كيس شوربه من الفريزر. خلاص عملت ايه؟ حطيته في حله ونزلت عليه كده بكوبايه من الميه، وهحطهم كده على النار. بص الدهون بتاعه الشوربه، كل ده هيدي طعم. وما تقلقيش خالص لما يبقى معاكيش فلوس، وقت الزنقه هتلاقي في الفريزر. خلاص هحطها كده على النار وهسيبها لحد ما تفك والشوربه بتاعتي كده تغلي. تمام. طبعا الشوربه انا محيقاها وحاطه لها كنت توابل وانا بعملها، يعني انا شايلاها بالتوابل بتاعتها. خلاص. دلوقتي بقى الشوربه بتاعتي هي اتغليت، هنزل كده بمكعب برضو مرقه. تمام. وطبعا انا محطتش ملح كتير لان انا محيقه الشوربه. فانتي لو مش محيقه الشوربه بتاعتك هتحطي بقى التوابل بتاعتك اللي بتحبيها. حطيت رشه كمان من الملح اللي بالتوابل لان انا كنت مزوده ميه. وهنزل عليهم كده بعد ما غليوا بالملوخيه اللي انا خرطتها، وهديها تقليبه كده تفك مع بعضها. وبعدين هروح اعمل التقليه بتاعتي. التقليه بتاعتي عباره عن ايه؟ معلقتين كبار كده من السمنه، هنزل عليهم بالثوم. وبعد ما هنزل عليهم بالثوم هسيبهم كده يتشوحوا مع بعض الاول، لان الثوم انا مطلعاه من الفريزر. تمام اهو. ياخد بس تشويحه كده، واول ما احس ان هو خلاص بدا يصفر معايا كده زي ما انتم شايفين، هنزل بمعلقه من الكزبره، اقلبهم تقليبه حلوه. وهرفعهم بسرعه على الملوخيه بتاعتي اللي انا كنت حطاها في الشوربه. بعد ما خلاص بدات تغلي كده زي ما انتم شايفين، هنزل عليها بشويه كده من السكر بيديها طعم حلو. وكده اكون خلاص عملت الملوخيه بتاعتي. طبعا البتنجان بتاعي هسيب لكم الفيديو بتاعه اللي انا عاملاه فيه في صندوق الوصف. انا قليت البتنجان بس مش اكتر، عملت له تتبيله بسيطه عباره عن توم وفلفل وطماطم وخل وليمون وطبعا التوابل بتاعتي. وبعد ما عملتهم نزلت عليهم كده ببشر جزرايه وقلبتهم مع بعض، وقمت محيقه بيهم البتنجان بتاعي. وصفه بسيطه جدا وسهله ما فيهاش اي مشكله. دي الملوخيه بتاعتي خضره وجميله وما فيهاش اي تعقيدات. بالنسبه بقى للبطاطا بتاعتي انا عملتها بطريقه برضو سهله، هسيب لك برضو لينك الفيديو في الوصف.
انا سلقتها، قطعتها طرنشات وسلقتها ب4 معالق من السكر وكوبايه من الميه. بعد ما استوت عملت لها صوص كراميل اقتصادي عباره عن كوبايه سكر كرملتها، نزلت عليها بمعلقه من الزبده، وبعدين نزلت عليها بنص كوبايه ميه مع معلقه نشا، وسبتهم لحد ما بقوا بالقوام دوت، وحطيتها كده وبقت تحليه بجد رهيبه. الاولاد هينبسطوا بيها جدا، واقتصاديه، ما اشتريتش حاجه من بره ولا اي شيء. يا رب اليوم يكون توفير بالنسبه لكم، ولو عجبكم ما تنسونيش في لايك واشتراك. سلام عليكم.